السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. تنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال والظروف. تنرحب بالناس اللي عندي متتبعين في القناة. تنقول لهم شكرا لكم، وتنشكر الناس اللي تيتلاقاو بالقناة ديالي فقط بالصدفة. تنتمنى منكم دعم للقناة باللايكات وبالاشتراكات، فضلا وليس أمرا. اليوم جبت لكم واحد البلا اللي هو ديال سمك السردين. هذا السمك هذا درتو انايا من السم بالاعشاب العطريه. سنحتاجوا له المقادير التاليه. عندنا هنا واحد العريشات ديال تيميجه. هاد التيميجه هذه كل واحد كيقول لك تيولى النعناع الصوفي. عندنا هنايا واحد شويه ديال المعطرشه، فعندي انا يابسه، فممكن اننا نديرو يابسه او طريه ماشي مشكل. سنحتاجو واحد شويه ديال القزبر ومعدنوس مقطعين رقاق. عندنا هنا واحد شويه ديال الثومه. عندنا هنا واحد العريش ديال النعناع، وواحد شويه ديال البصله مقطعه رقيقه بزاف. عندنا واحد شويه ديال الخرقوم هذا طري. هذا الخرقوم هذا يعني ولا تيتوجد عندنا في الاسواق المغربيه، فهو ملي تيكون طري فتكون عنده واحد النكهه وواحد اللون خاص. عندنا هنا واحد الفلفله. هنا عندنا واحد شويه حبيبات ديال الكبار، واحد شويه ديال الزعتره. صافي هنايا غنشدو هاد العريشات ديال النعناع وهاد الاعشاب المنسمه كامله، فانا قطعتها فقط بالمقص. فالمقص تيخليها محافظه كاع على النكهات اللي كاينه في دوك الاعشاب. ماشي بحال الموس ملي تنبقاو نقطعوا الاعشاب مره وجوج وثلاثه فتيطلقوا لنا دوك الخضوريه وتيفقدوا بعض المرات الريحه ديالهم. عندي هنايا المعطرشه، فانا غادي نحكها بيديا فقط. اللي عنده خضره فيقطعها بالمقص. هنا عندي حبات ديال الكبار، فانا غنقطعهم على قطيعات صغيورين. هنايا عندي هذيك الزعتره حتى هي، فغادي نخلط انا هاد الثومه. فالمقادير كاملين غادي نخلطهم. عندي هنايا البصله وهاد شويه ديال الخرقوم اللي هو محكوك مشاري المصطلح. صافي هنا سنخلط هاد المقادير كلها تنسجم مع بعضياتها. غنزيد عليها واحد شويه ديال الابزار. هنا الخرقوم راني درتو طري، فاللي ما عندوش طري يديرو يابس ماشي مشكل. هنا عندي واحد شويه ديال الكمون، شويه مليحه، وهنا عندي شويه ديال قزبر حبوب مطحون. فقط اكتفيت بهاد المقادير هذه وواحد شويه ديال التحميره. وهنا عندي واحد الحامضه على حسب السردين اللي نتوما دايرين ديال الحامض. غنزيد عليه واحد 2 معالق ديال الزيت اللي هو زيت عاديه، حيت من بعد غادي نزيد عليها زيت العود او زيت الزيتون. صافي تنخلط هاد المقادير كامله هيك تنسجم. صافي تنكون مفرشه واحد شويه ديال العريشات ديال القزبر والمعدنوس، او اللي كان يا قزبر بوحدو يا معدنوس بوحدو، او البابي كويسون الا تعجبك دير البابي كويسون. فهو ما تيخليش ان السردين يوصل للقاع ديال الطاوه، واحيانا الا كانت الطاوه ديال الزاج ولصق داك السردين فهي تطرطق. صافي هنايا غادي نعمر هذوك السردينات ديالي بالقوام. غنلويهم على هذا الشكل. صافي غادي نستفهم في الطاوه، وإلا خفتهم كاع يتحلوا ممكن انني نسدهم بواحد الكيردون. صافي من بعد ما استفت السردين ديالي درت زينت بواحد شويه ديال قطيعات ديال الحامض، وغنزيد عليه واحد الفلفله. فهاد الفلفله هذه اختياريه، فاللي ما تيبغيش الحار ما يديروش ماشي اشكال. انا درته فقط للتزيين. هنا زدت واحد نص ورقه ديال ورق موسى. صافي تنزين الطاوه ديالي بهذا الشكل، اللي كل واحد على حساب الرغبه ديالو. زدت عليهم واحد شويه ديال زيت الزيتون من الفوق. صافي دخلتهم الفران حصلت فيهم على هذا الشكل. فانا اللي مشى لي من التصوير هو دوك 2 ديال الطوماطات. يعني هما اختياريين ماشي اشكال. انا غير اللون الاحمر اللي عجبني نديرو مع داك اللون الاصفر. وحتى هذوك الدريسات ديال الثومه فهما اختياريين. دخلت الطاوه ديالي الفران على درجه ديال 160، وكل واحد على حسب الفران اللي عنده. المهم هو انه السردين يطيب ما يتحرقش. المهم هذا هو الطبق ديال اليوم. تنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش عليا بطبيعه الحال. الا عجبكم الفيديو باللايكات والاشتراكات، دعم للقناه. دمتم بخير.